أنا اسمي كريم، شاب عندي 29 سنة، عايش لوحدي بعد ما أهلي سافروا برا من سنين. حياتي بسيطة، شغل وروتين وليل هادي، لحد ما حصلت الحكاية دي، الحكاية اللي مش قادر أنساها واللي خلتني أشك في كل حاجة حواليا، حتى في نفسي. القصة بدأت يوم ما قررت أسيب شقتي في العجوزة، بعد ما الإيجار عليا زاد جدا، وكنت لازم ألاقي مكان أرخص وأهدى. واحد صاحبي قال لي على سمسار اسمه عم جابر، راجل كبير في السن بس فاهم في السوق. لما رحت له قال لا، أنا عندي شقة ربع تمن أي حاجة في القاهرة، بس محتاج راجل قلبه جامد. ساعتها ضحكت وقلت له: يعني إيه قلبه جامد؟ البيت بيولع مثلا؟ ابتسم ابتسامة غريبة وقال: لا، بس ناس كتير قبلك حاولوا يعيشوا فيه ومكملوش أسبوع. غمز لي وهو بيقول الجملة دي، بس كنت فاكرها هزار. قال لي العنوان وخدت منه المفتاح ومشيت. وصلت قدام البيت الساعة 6 المغرب، الشمس كانت بتغرب والشارع ضلمة ومهجور. الحي كله شكله قديم، كأن الزمن واقف فيه من التمانينات، والبنايات كلها لونها باهت ومفيش حياة. بس البيت اللي قدامي حاجة تانية خالص، 3 أدوار، الحيطان مشققة، الحديد بتاع البلكونات صديان، الشبابيك مقفولة بخشب قديم مكسور، كأن حد مش عايز النور يدخل. والمفاجأة إن باب البيت كان مفتوح، مع إني متأكد إن عم جابر قال لي المفتاح معايا. دخلت وأنا بقول لنفسي ممكن يكون حد من العمال كان بيروق أو بيشطب. بس أول ما دخلت حسيت ببرودة غريبة، مش برودة الجو، لأ، دي برودة روح، كأن في حاجة مش بتحب وجودي هنا. طلعت السلالم، وكل درجة كنت بخبط رجلي فيها بتطلع صوت صرير كأنها بتشتكي. الشقة كانت في الدور التاني. فتحت الباب، والغريبة إن كل حاجة جوه الشقة كانت مترتبة: فرش قديم بس نضيف، تراب بسيط، مش حاجة كبيرة. بس في حاجة ما كانتش طبيعية: الصالة فيها مراية كبيرة على الحيطة، والمراية دي وأنا معدي قدامها ما شفتش انعكاسي. وقفت، رجعت خطوة، بصيت تاني، لقيت صورتي ظهرت، بس المراية كانت بتتأخر ثانية، كأنها بتفكر قبل ما تعكسني. قلت لنفسي أكيد عقلي بيلعب بيا، أنا تعبان من الشغل واللف. دخلت أوضة النوم وسمعت الصوت لأول مرة: خربشة، زي ما يكون في حاجة بتمشي على الحيطة بإيدين مش رجلين. الليل دخل بسرعة، نورت اللمبة اللي في السقف، بس نورها كان ضعيف، لونها مصفر، بيخلي كل حاجة باهتة. قعدت على السرير، سمعت صوت باب بيتفتح، مع إني قافل كل الأبواب. نزلت بهدوء، قلبي بيدق جامد. لقيت باب المطبخ مفتوح وجواه ضلمة، وأنا متأكد إني ما فتحتوش. رحت أطفي النور وأقفله، وساعتها سمعت الهمسة: ارجع، ده مش مكانك. لفيت بسرعة، مفيش حد. الباب خبط لوحده، النور نط، والبيت دخل في ضلمة تامة. رجعت الصالة، والبيت هادي بطريقة غريبة، يعني مش هادي طبيعي، لأ، الهدوء اللي تسمع فيه دق قلبك، وتفضل سامع صوت أنفاسك، وتحس إنك مش لوحدك، بس مفيش دليل. قعدت على الكنبة، حاولت أطمن نفسي، فتحت الموبايل، مفيش شبكة. معقول؟ في نص القاهرة؟ قمت اتحرك ناحية الشباك، يمكن الشبكة تيجي. وأنا واقف لقيت حاجة غريبة في الشارع: في حد واقف قدام البيت، بس مش باين ملامحه، واقف ثابت كأنه تمثال وبيحدق فيا. حاولت أصور بالموبايل، كاميرا مش راضية تشتغل. غمضت عيني وفتحتها، اختفى. الساعة بقت 1 بعد نص الليل، والنوم رفض يجي. قمت أشرب مية، وأنا ماشي ناحية المطبخ سمعت صوت خطوات فوق سقف الشقة. البيت 3 أدوار وأنا في التاني، يعني في دور فوقي. بس عم جابر قال لي إن الدور فاضي مقفول وما فيهوش سكان. الخطوات كانت بطيئة، تقيلة، كأن في حد ماشي حافي. وبعدين بوم، صوت حاجة وقعت جامد فوق دماغي. قلبي وقع وعرقت وأنا واقف. رحت بسرعة، طلعت الدور التالت، الباب مقفول بس باين عليه كأنه بيتفتح كل يوم، التراب عليه ممسوح. مسكت الكالون، لفيته، فتح. الدور التالت كان مريب. رايح ناحية اليمين، لقيت أوضة مفتوحة، جواها سرير قديم، والحيطان عليها كلام محفور بالعربي مش مفهوم. كلام زي: ارجع، مش ليك، هي لسه هنا، لو سمعت اسمك اهرب. كل ده وانا واقف متجمد. بس في حاجة على الأرض شدتني: صورة قديمة، صورة أبيض وأسود، لراجل واقف في نفس الأوضة، بس وراه في الصورة أنا. أنا لابس نفس الهدوم، واقف بنفس الوضعية، بس الصورة باينه متصورة من سنين. جريت، حرفيا جريت. نزلت السلالم، مسكت الباب عشان أخرج، مقفول. حاولت أفتحه،
زقه، كسره، مفيش فايدة، زي ما يكون الباب اتحط عليه قفل من جوه. صرخت: في حد هنا؟ افتحولي. مفيش رد، بس في همسات، كرات دم. سمعت اسمي من جوه الحيطان، من ورا الباب، من الدور اللي فوق. رجعت الشقة، قعدت على الأرض، ظهري للحيطة، ببص في المراية. لقيت وشي، بس حواليه ضلين سود، كأن في حاجتين واقفين ورايا. بسرعة لفيت، مفيش حد. المراية رجعت تبصلي، بس وشي بقى باين عليه خوف، كأن اللي في المراية عارف أكتر مني. وأنا قاعد مخنوق ومش فاهم إيه اللي بيحصل. سمعت صوت المفتاح، صوت بطيء وهو بيلف في الكالون، وباب الشقة اتفتح، ودخلت هي. حد معرفهوش، ستة، لابسة فستان أسود قديم، وشها مش باين، شعرها طويل ومبهدل، ما بتتكلمش، بس عينها كانت باصة عليا، والكلمة الوحيدة اللي طلعت منها كانت: أنت جيت بدري. الساعة كانت التالتة الفجر، بس الليلة دي كانت أطول من أي ليلة عشتها في حياتي. أنا لسه قاعد على الأرض، ظهري للحيطة، والمراية قدامي لسه بتبصلي كأنها كائن حي. والست دي اللي دخلت الشقة واختفت فجأة، كأنها ما كانتش موجودة أصلا، بس ريحتها، ريحة المسك الغامق والقدم، لسه مالية المكان. قمت بالعافية، رجلي بتترعش وقلبي بيدق بسرعة، مش مصدق إني لسه جوه البيت ده ومش قادر أخرج. قبل ما أكمل اللي حصل، خليني أرجع لك حتة صغيرة من ورا. أنا كنت بدور على بداية جديدة بعد ما سبت شغلي القديم في شركة دعاية. بعد مشاكل كبيرة بيني وبين المدير، قررت أبدأ من الصفر. البيت ده ما كنش أول اختيار، بس هو اللي كان متاح بسرعة وبسعر غريب، وده اللي خلاني أتهور. بس من أول ما دخلته وأنا حاسس إني مش في بيت، أنا في كيان، مكان له وعي، له مزاج، بيراقبني وبيستني اللحظة اللي أضعف فيها. التفاصيل اللي نسيتها وافتكرتها دلوقتي: أنا لسه فاكر أول ما دخلت الصالة، كان في صورة قديمة على الحيطة، صورة عيلة، أب وأم وطفلة صغيرة، بس كنت مشغول وقتها وما بصيتش كويس. قمت دلوقتي أبص عليها تاني، ولقيت إن وش الأب هو نفس الراجل اللي في الصورة اللي لقيتها في الدور اللي فوق. يعني الراجل ده مش غريب، البيت ده كان بتاعه، بس ليه صورته موجودة في أوضة فوق مقفولة، وصورتي كمان باينة وراه؟ هل هو كان شايفني من قبل ما أجي؟ هل أنا أصلا اتشوفت قبل ما أوصل؟ الحيطان بتتنفس وأنا واقف في الصالة ببص للصورة. حسيت بحاجة غريبة، الحيطة اللي ورايا طلعت نفس. آه، حرفيا كده، صوت النفس، صوت الهوا وهو داخل وبيطلع، بس جاي من الطوب، من الخرسانة. لمست الحيطة بإيدي، دافية، كأن في حاجة وراها، عايشة، بتتنفس، ويمكن بتتفرج عليا. رجعت خطوة لورا وسمعت الصوت تاني، بس أقرب. المبنى كله كأنه بيشهق، كأنه بيبلعني بهدوء. التفاصيل الصغيرة اللي بتقتل نورة الكشاف بتاع الموبايل. وقررت ألف في البيت كله مرة كمان، بس المرة دي بدقة. لقيت حاجات مخيفة، ورقة تحت الكنبة مكتوب فيها بالقلم الرصاص: لو شفت المراية بتتحرك ما تبصش فيها. ورقة تانية تحت المرتبة مكتوب فيها: البيت بيراقبك، لو نام اهرب. في المطبخ، في دولاب صغير مقفول بمفتاح، دورت على المفتاح ما لقيتهوش، بس ورا الدولاب كان في تقطيع بسيط في الحيطة، كأن في حد فتحها قبل كده وبعدين قفلها بسرعة. وأنا راجع الأوضة، لقيت المراية منورة لوحدها، كأن فيها نور داخلي. قربت منها ولقيت الست اللي ظهرت لي أول مرة واقفالي جوه المراية، بس المرة دي باين وشها، وشها مش سليم، نصه مش موجود، كأن في حاجة كانت بتاكلها أو هي بتاكل نفسها. بس الغريب إن المراية كانت بتعرض حاجات تانية، ورايها البيت، بس بشكل تاني. البيت زي ما كان من 50 سنة. شايف عيال بتجري، أم بتنادي، ضحكة وصوته تلفزيون أبيض وأسود، وهي واقفة وسطهم، بس محدش شايفها غيري. رجعت خطوة، لكن المراية فضلت متعلقة بعنية، وساعتها شفته لأول مرة. الولد، طفل صغير، قاعد على الأرض، وش نازل، ماسك لعبه في إيده وبيبصلي، بس من غير ما يرفع راسه. العينين باينه من تحت شعره الطويل، وبيهمس بصوت خفيف: بابا. رجعت، أنا اتجمدت. إيه اللي بيقوله ده؟ أنا مش أب، أنا أصلا ماليش عيال. قربت منه في المراية، لقيته بيبكي، بس دمه بينزل من عينه، مش دموع. أول محاولة هروب صرخت حرفيا، وجريت ناحية الباب، وبدأت أزعق، أضرب، أعيط، أي حاجة، لكن الباب ما بيتحركش، والنور بيطفي، وكل الشبابيك بتتقفل واحدة ورا التانية، والحيطان بتقرب، بتقرب، كأن البيت بيحضني.
بس حضن ميت. سمعت الصوت اللي ورا ودني، نفس الصوت بتاع الست. لسه بدري، ده لسه في أسرار كتير، ولسه ما سمعتش كل الأصوات. وأنا واقع على الأرض، أنفاسي تقيلة ودماغي بتلف. حسيت بحاجة بتزحف ناحية وشي. نملة؟ لأ. عنكبوت؟ لأ. صباع بني آدم، صباع حقيقي، بيزحف وبيشاور على صورة على الحيطة. قربت أشوف الصورة، ولقيتني واقف قدام البيت. بس الصورة دي معلبة، يعني متصورة ومطبوعة، وكأن البيت عارف إني هاجي وسبقني بخطوة. صحيت الصبح، أو يمكن ما نمتش أصلا. أنا مش عارف الساعة كام، لأن الموبايل فصل، والنور الطبيعي مش داخل، والبيت شكله مش بيتغير. نفس الضلمة، نفس الريحة، نفس الجو اللي بيخنق. بس اللي اتغير إني بدأت أسمع صوت ناس، صوت خطوات فوق دماغي، صوت شباك بيتفتح فجأة، وصوت واحد بيضحك ضحكة خفيفة. بس مش ضحكة طبيعية، ضحكة كأن حد بيستهزأ بيا. قررت أخرج من الشقة، أدور على حد، وقلت يمكن الجيران يساعدوني، حتى لو حد غريب، أي بني آدم. لبست شبشبي وفتحت باب الشقة، والسلم كان ساكت، بس في نور ضعيف نازل من فوق، كأنه من شباك مفتوح. طلعت الدور اللي فوقي، اللي أنا دخلته قبل كده بالليل، بس المرة دي الأوضة اللي كانت مقفولة كانت مفتوحة. قربت وبصيت، لقيت راجل قاعد جوه على كرسي، ظهره ليا، وبيشرب شاي. أول مقابلة مع الجار الأول دخلت بخطوة هادية، وقلت السلام عليكم. ما ردش. قربت أكتر وقلت حضرتك ساكن هنا؟ أنا أنا ساكن تحتك، وفي حاجات غريبة بتحصل. لف ظهره ببطء، وشه ما كانش باين كويس، نور بسيط بس بيكشف جزء من عينه. بصلي كده وقال كلنا ساكنين هنا، بس محدش عايش. يعني إيه؟ ضحك بصوت هادي وقال أنت اللي اخترت تيجي، فخليك. وبعدين اختفى، حرفيا اختفى قدامي. الكرسي واقع، وكوباية الشاي اتكسرت، ومفيش أي صوت بعد كده، بس ريحة الشاي لسه في الهوا. وأنا نازل على السلم سمعت صوت ستة بتغني، صوت هادي ناعم بس مرعب، كأنها بترقي طفل ميت مش حي. الصوت كان جاي من شقة في الدور الأرضي. قلت أروح، وأي حاجة أحسن من الوحدة اللي أنا فيها. وصلت للباب وهو مقفول، بس تحت الباب كان في مية بتخرج، مية سودة تقيلة وريحة عزة قديمة. خبطت، مفيش رد. فتحت الباب بهدوء، والصوت اختفى. الدور الأرضي فاضي، ولا ست ولا غنى، بس في الأرض جزم أطفال مرصوصة على شكل دايرة. طلعت بسرعة، قلبي عمال يخبط، مش عارف أفهم حاجة. رجعت شقتي، فتحت الباب، ولقيت باب أوضة ما كنش موجود قبل كده. أيوة، في نفس الصالة اللي نمت فيها، باب بني جديد طالع من الحيطة، ولا كأني كنت ساكن هنا من كام يوم. قربت، الباب مكتوب عليه بخط قديم ادخل لو مستعد تشوف اللي حصل قبل ما تيجي. دخلت، لقيت أوضة ضلمة، بس في نصها ترابيزة وعليها شرايط كاسيت وصور وأدراج مقفولة. شغلت أول شريط، طلع صوت راجل بيصرخ إحنا قفلنا عليها الباب، ما ينفعش تخرج تاني، ماتت هنا وخلاص. شريط تاني، الولد بيظهر كل ليلة، بيعيط، بس بيكلم حد مش إحنا، بيقول بابا رجع. صور الأطفال اللي لقيتها في الدور الأرضي لقيتهم هنا، بس على وشهم مكتوب بعلامات مات 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 لسه. والأخيرة صورتي أنا، ومكتوب عليها جاي. وأنا خارج من الأوضة سمعت أصوات في الصالة. بصيت، لقيت 3 أشخاص قاعدين على الأرض، كل واحد لابس لبس قديم جدا وشهم مش باين. بس اللي عرفته إنهم هم الجيران. واحد فيهم قال بصوت غليظ كلنا جينا هنا زيك. والتاني قال كلنا حاولنا نخرج، معرفناش. والتالت قال بس كل مرة البيت بيختار واحد والباقي بيروح. قلت بصوت عالي بيروح فين؟ رد التالت وقال بيروح جوه البيت، جوه الحيطان، بيبقوا هو. بعد ما الجيران اختفوا لقيت حاجة مكتوبة على الحيطة بخط كبير كل ليلة حد لازم يختفي، ولو الليلة عدت وانت لسه هنا دورك جاي. والساعة على الحيطة كانت بتعد بالدقايق لحد ما وقفت على 12 بالليل. وسمعت أول خبطة على الباب، بداية جديدة. بعد أول خبطة كنت واقف في نص الصالة، والنور بيترعش فوق دماغي، وصوت الخبطة اللي على الباب بيرن في وداني. بس أنا مش قادر أتحرك، مش من الخوف بس، من إحساس إن اللي ورا الباب مش بني آدم. الباب كان بيتهز كأنه بيتنفس، والحيطة اللي حواليه كانت بتصدر أنين خفيف زي صوت ست بتعيط وبتحاول تخنق صوتها. قربت ببطء شديد،
وأنا حاسس بكل شعرة في جسمي واقفة، ومديت إيدي على المقبض، بس قبل ما ألفه سمعت صوت من ورايا بيقول: ما تفتحش، لسه بدري. لفيت بسرعة، مفيش حد. كابوس ولا فلاش باك؟ البيت دخل في سكون مفاجئ، وساعتها حسيت إن رجلي بتمشي لوحدها، مش بإرادتي، كأن في حاجة بتسحبني ناحية السلم المؤدي للدور الأرضي. نزلت وببص حواليا بحذر. فجأة ريحة تراب قديم جدا خبطت في مناخيري، بس ورا الريحة دي كان في ريحة دم. فضلت ألف بعانية لحد ما شفت السلم الخشبي اللي طالع من تحت السلم الأساسي. كان متغطي بخشب مقفول ومطرق عليه بمسامير قديمة، بس في مسمارين مخلوعين، يعني حد دخل قبلي أو خرج. بدأت أفك بقية المسامير، وببطء فتحت الباب الصغير، ولقيت سلم نازل لتحت، مش تحت الأرض، لأ، كأنك داخل جوه الجحيم. السلم ريحته زي ريحة خزانة مقفولة عليها سنين، وكل درجة بنزلها كان الجو بيبرد أكتر وأكتر، وكل ما كنت أقرب كان صوت زي البكا بيزيد. وصلت تحت ولقيت أوضة صغيرة جدا، بس فيها حاجة غريبة: ترابيزة خشب وعليها شمعة مولعة، دفتر مذكرات سلسلة ذهب، وعلبة نعش صغيرة. فتحت الدفتر، وأول صفحة مكتوب فيها: أنا نورة، ودي آخر كلماتي قبل ما أبقى جزء من البيت. أنا اتجمدت. نورة، مش دي نفس الست اللي شفتها في المراية ولا اللي دخلت عليا أول ليلة؟ قريت تاني: البيت ده مش بيت، ده صندوق أرواح، كل واحد بيدخله بيعيش حياته جواه، بس على طريقة البيت. كان جوزي بيضربني، ولما هربت وسكنت هنا كنت فاكرة إني هرتاح، لكن البيت حبني، حب يخليني بتاعته لوحده. مديت إيدي على علبة النعش الصغيرة، ولما فتحتها لقيت فيها سن صغير بتاع طفل، مربوط بشريطة حمراء، وتحت السن ورقة مكتوب فيها: دي أول ضحية للبيت، وإنت مش الأخير. رجعت الورقة مكانها، ولما قفلت العلبة الشمعة طفت لوحدها، والصوت اللي كنت سامعه بكى اتحول لصريخ طفل صغير بيقول: رجع لي سني، رجع لي سني. محاولة هروب تانية، بس المكان اتغير. طلعت أجري على السلم، بس وأنا طالع حسيت كأن درجات السلم بقت أكتر من الطبيعي. كل ما أطلع خطوة ألاقي نفسي راجع لتحت تاني. البيت قلب الاتجاهات، البيت بيلعب بيا. وأنا طالع سمعت نفس صوت نورة من كل حيطة، من كل اتجاه، بتقول: البيت ما بيسيبش اللي فتح السر، انت فتحت، يبقى لازم تكمل. وصلت أخيرا للدور الأرضي، لكن السلم ورايا اختفى، والمكان كله بقى ضباب أبيض زي الضباب اللي في الأحلام. بس ده مش حلم. وفي وسط الضباب رجع الطفل، نفس الطفل، وشه نازل، ماسك لعبته، وبيقول: البيت لسه جعان، وانت قربت تبقى أكله. البيت دلوقتي ما بقاش مجرد مبنى، البيت دلوقتي بقى عايزني، عارفني، وبيجرني ناحية حاجة أكبر وأخطر. بس واضح إني فتحت باب كان لازم يفضل مقفول. صحيت على صوت حاجة بتخبط في الشباك، بس أول ما فتحت عيني ما شفتش نور، رغم إني كنت سامع عصافير خفيفة من بعيد، لكن مفيش ولا شعاع شمس داخل من الشباك ولا حتى نور أبيض. الدنيا كلها رمادي. بصيت في الساعة، كانت 9 صباحا. قمت بسرعة، فتحت الشباك، وشفت أغرب حاجة في حياتي: الشارع، البنايات، السما، كل حاجة لونها رمادي، كأن العالم كله بقى فوتوكوبي باهت. مفيش ولا عربية ماشية، ولا بني آدم، ولا حتى صوت كلاب. كأن الزمن نفسه واقف. عارف لما تبقى الدنيا هادية قوي لدرجة إنك تسمع دق قلبك؟ بس الغريب إني كنت سامع دق قلب تاني، مش بتاعي. بصيت حواليا، البيت ساكت، لكن الجدران بتعمل صوت، مش صوت تنفس المرة دي، لأ، ده صوت دق قلب. ولما حطيت ودني على الحيطة سمعت صوت بيقول: كل يوم بيخلص، بس النهاردة مش هيخلص. قررت استخدم الموبايل، فتحته، ومرة واحدة كل الصور فيه اختفت. اتبدلت بصور جديدة: صورتي وأنا نايم في السرير، وأنا واقف في المطبخ، وأنا ببص من الشباك. صور واضح إنها متصورة من جوه الشقة، يعني حد كان بيصورني، والموبايل نفسه كان هو الكاميرا. قررت أطلع للدور التالت تاني، خصوصا بعد اللي شفته من المرايات والأوضة السرية. بس المرة دي وأنا طالع السلم، السلالم نفسها اتغيرت، بقوا أضيق، والدرج ميل، والحيطان قريبة من بعض، كأني ماشي جوه معدة كائن حي. وصلت فوق، لقيت باب جديد، مكان ما كانش فيه باب قبل كده. باب خشب أسود عليه نقش غريب بالعربي القديم: ممنوع الدخول إلا للي شاف الحقيقة. فتحت الباب ولقيت نفسي داخل جوه أوضة فيها شباك واحد، بس الشباك ده كان بيطل على البيت نفسه من بره. يعني
إزاي أنا جوه البيت وببص عليه من بره؟ من الشباك شفت شخص واقف في نص الشارع لابس جلابية سودا، ظهره ناحيتي، بس كل ما أرمش ألاقيه قرب خطوة. رحت جبت النضارة اللي كانت على الترابيزة، ولما بصيت تاني لقيته قدامي عند الشباك، بس قبل ما أصرخ اختفى. رجعت ورا، قفلت الشباك ولفيت، ولقيت في باب تاني جوه الأوضة، باب خشب قديم عليه قفل صغير بس مش مقفول. فتحت الباب، لقيت ضلمة مطلقة، بس جاي منها صوت، صوت خطواتي. كأن في حد بيقلد مشي جوه الضلمة. كل ما اتحرك أسمع نفس الحركة ورايا. قربت خطوة وواحدة كمان، وبعدين صوت خربشة على الأرض وصوت حد بيتنهد وبيقول: رجعت الشمس. قررت أرجع شقتي، قلبي بيتخبط جامد، وكل خطوة حاسس إنها بتوديني في دايرة. بس وصلت أخيرا، دخلت لقيت مراية الصالة متغطية بقماشة سودا. رفعتها ولقيت على المراية ورقة صغيرة مكتوب فيها: الشمس مش بتيجي هنا إلا لو حد دفع التمن. عايز نهار؟ لازم تسيب حاجة منك جوه البيت. البيت بدأ يعزلني تماما عن العالم، لا شمس، لا وقت، لا بشر، ولا حتى صوت حياة. بس في حاجة بتحصل جوه. البيت بيجهزني لحاجة كبيرة، لسر أكبر من كل اللي شفته. والأغرب إني بدأت أحس إني مش خايف زي الأول. أنا بدأت أبقى جزء من المكان،